حقيقية، فهاي الزينة لا تغركم، ترى حقيقتها شوهاء صلعاء قرعاء، تخوف، مزعجة، قبيحة، نتنة، عفنة. حقيقة عبر عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه أنها عفطة عنز. شي عبر عندي أول من عفطة عنز. عراق خنزير في يد مجذوم، علي يعبر عراق خنزير في يد شنو؟ مجذوم. علي يعبر عن الدنيا حقيقة، بس مزينة منفسيها بدلة وخالي لها ما أدري شنو، عمليات تجميل، وكلها مو صدق، كلها مو صدق. يكفي. هاي الدنيا من أجلها قتل الحسين. صحيح أنا نشتبه. أأتركم الكري والري منيتي. يزيد الأجل كرسية قتل الحسين، وعمر بن سعد الأجل أهداف أخرى، بس من أهمها ملك الري قتل الحسين. وشمر ابن ذي الجوشن ذبح الحسين، وإجل ابن مرجانة يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. يعني هم قتل الحسين من أجل الذهب والفضة، هم بالدنيا ذبح الحسين. وعمر بن سعد بالدنيا قتل الحسين، ويزيد للدنيا قتل الحسين. قتل الحسين من أجل هذه الدنيا البائسة اللي في الرواية الشريفة ما تعدل عند الله جناح بعوضة. هسه بعد ما دام وصلنا لهنا للكوفة، ما أدري هي بعد الشاهد جاب لي الكوفة، صارت هواية مشاكل بالكوفة، هواية آلام بالكوفة، جروح بالكوفة. منها من أهمها من آلمها أنه زينب تجاوب ابن مرجانة لعنة الله عليه، ويقوم يريد يضربها لعنة الله عليه. يقوم واحد من ربعه من جماعته قال له يا أمير دعها، اشرأبت الأعناق وتطايرت الأعين. هذه امرأة، والامرأة لا تؤاخذ بكلامها، ترى تصير ضج عليك بالكوفة أنت ضربت مرة، اتركها زينب، عوفها لا تضربها. فرجع، هذا دافع مو عن زينب، دافع عن أميرة، قال له خاف الناس تقوم علينا، ارجع لا تضربها، هاي مرة اتركها. زينب انهضمت. زين العابدين يقول حانت مني التفاتة لعمتي زينب، باوعت لها، عيني صارت عليها، يقول كسرت قلبي، شفتها مهضومة. يقول شفتها مهضومة. شايف هاي قسمات الوجه، هذا اللي ينهضم، قسمات وجهه شلون تصير تحسه مهضوم. هذه عزيزة قوم، هاي كانت والله يا إخوان، والله في كتب التاريخ الحسين من كان زينب من الطب بالغرفة، والحسين يقرأ قرآن بالكتب التاريخ يسد القرآن ويقوم لها. هكذا كانت تعامل زينب. ابن عباس يقول حدثتنا عقيلتنا زينب، هكذا كانت محترمة. وإذا ابن أمه يريد يضربها، وصعلوك ثاني من أجل ابن أمه يدافع عن صاحبه، وإن هضمت. والهضيمة والهضمة بينت بتقاسيم وجه عمة زين العابدين. فزين العابدين هيك حاشاها بينه وبينها، قالها عمة أحسش مهضومة، وجهك مال وحدة مهضومة. قالت له اي والله عم علي انهضم. قال شلون؟ قالت له عم علي ابن مرجانة يضربني. ويقوم واحد الأجل ابن مرجانة يدافع عنه، وهكذا يخليني الدهر أنا عمتك زينب المدللة العزيزة. عم زينب أنا منين أبو فاضل أجيبه؟ يا الله يا الله يا الله يا الله. أنا منين أبو فاضل أجيبه وراوي حال أخته الغريبة. هذا طور خطيب عظيم يقولوا له سيد جابر أغائي، فارس المنبر الحسيني سيد جابر العظيم، هاي طوره. أنا منين أبو فاضل أجيبه وراوي حال أخته الغريبة، وكل العرب صارت مريبة، مصيبة يا ابو فاضل.
وصل نوبي يا عباس دير العين صوبي انا لخوتك عباس ممنونة خويا والمثلك يوافي شلون يوفونه لو انعاك عمري اظل مديونه يا طير روح الكربلاء وسلم عليها الله الله يا طير روح الكربلاء وسلم عليها واصرخ بعالي الصايات وتسمع البيها شنو زينب على الناقة ومكتفين ايديها زينب على الناقة زينب على الناقة ومكتفين ايديها بعد ايش قالت زينب ابيات الدعاء ابيات الدعاء ابيات الدعاء صاحت وانا الذي ينظر علينا اهل الغيرة والكباهي الحمية يا بوانا الذي ينغر علينا ايش تردين قول ايش تردين ويا صلى عيد حامل ضعيف وان كان ما يعرف ولينا العلام السهم نابت بعينه ويسراه مقطوعه ويمينه بعد اكو شيء ثالث ايه يا بيمينه بالعمد راسه مهشمينه اندليته لقيته صلت يمه ايش اقول له ايش تردين يا بو بالعمد راسه مهشمينه يقول له يا عباس ولي انا يا اخويا والله يقول له يا عباس يا عباس يا عباس الولي انا خويا الولي انا حرقه ومخيبنا علينا محمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله اشف مرضانا يا الله يسر أمورنا يا الله اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار